فريد، كنت في عطلة والكثير من الأمور حدثت في هذا الشهر الأخير. هل اختارت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أفضل طريقة من أجل التعاقد مع ناخب وطني جديد خليفة لفلاديمير بيتكوفيتش؟ بل اختارت أسوأ طريقة في التسيير. لماذا؟ لماذا؟ لأنها وضعت نفسها في هذا الموقف الحرج. كان من المفروض يا عماد، أنا قلتها من قبل، كان من المفروض بعد نهائيات كأس إفريقيا أن يتوقف عقد بيتكوفيتش. نفاوض بيتكوفيتش، إذا ما رأيتم في بيتكوفيتش أنه مدرب كفء نفاوض بيتكوفيتش بعد نهاية كأس إفريقيا حول أهدافه في كأس العالم وحول مشروعه في المنتخب الوطني. ما حدث هو تراكم لسوء التسيير امتد منذ أن التحق بيتكوفيتش بالمنتخب الوطني. أول خطوة كانت سيئة في التسيير هي وضع أمام بيتكوفيتش عقد يمتد إلى المونديال وليس إلى نهائيات كأس إفريقيا. هذا أول خطأ. ثاني خطأ ارتكبته الاتحادية هو التمديد قبل المونديال. أنت تحدثت وسألت ناصر على أن معظم المنتخبات سارعت إلى تغيير الناخبين وما إلى ذلك. لم يكن بوسعنا أن نكون مثل هؤلاء لأننا جددنا لبيتكوفيتش قبل المونديال. ثاني خطأ. ثالث خطأ، تراجعنا على هذا الخيار وعلى تلك الفلسفة بعد المونديال وأقمنا بيتكوفيتش بالطريقة والصورة التي لم يستسغها الناخب الأجنبي. تخيل أن كل ناخب لديه مناجر، وعندما يعني تتصل به الاتحادية يقول المناجر هذه الاتحادية أقالت ناخب سابق فاز معها بكأس إفريقيا بطريقة غير لائقة، ثم أقالت الناخب الذي أتى بعده بطريقة غير لائقة وهي تفاوضه حول فسخ العقد الذي لم ينطلق بعد. فريد، راك تعطينا في الأسباب اللي خلات الأمر يطول في تعيين الناخب الجديد. لذلك كل هذه المعطيات جعلت من الاتحادية أن تجد نفسها في هذا الوضع الحرج. كان من المفروض أن نخطط لأن المونديال انتهى في هذا التاريخ وتصفيات كأس إفريقيا كانت لم تكن بعيدة. لذلك إما أن الذي اختار تجديد عقد بيتكوفيتش كان عليه أن يبرر كيف تم تجديد العقد بتلك الصورة وبتلك المعطيات وبذلك العقد البعيد عن الناحية القانونية من للحفاظ على مصلحة الفيدرالية طبعا، وإما أن يؤكد لنا بأنه أخطأ وهو اليوم يدفع فاتورة ذلك الخطأ. لا تحدثني يا عماد رجاء على أن الاتحادية تفاوض العديد من الناخبين في هذه الفترة، لأنني كنت أتابع الخبر الرياضي عن بعد وأنا أشاهد بألم، صدقني بألم، كيف أن الكثير من المغفلين كانوا يتداولون أسماء ويرمون بها إلى مسامع الجماهير الشغوفة بمتابعة أخبار المنتخب الوطني، وهم لا يعون بأنهم قضوا على قدسية الخبر بتسريب تلك الأسماء. الخبر مقدس، من المفروض على أي إعلامي أن لا يذهب إلى هذا البلاطو أو لتلك الصفحة أو لذلك المقال ويتحدث عن اتصالات الفيدرالية مع هذا الناخب مع هذا الاسم. اليوم كسابقة منذ الاستقلال يعني بعض الإعلاميين سمحهم الله يعني مدونا ب 25 30 اسم تفاوضت معه الاتحادية. أولا هؤلاء لا يفرقون بين التماس الاتحادية لأخبار هذا الناخب وليس اتصال. هذا أولا، بدليل أن ما يقدرش يكون حتى جس نبض. طيب، التماس لبعض الأخبار تاع مدربنا. هذا أولا. ثانيا، يتحدثون بصورة يعني اسمح لي على توظيف هذا المصطلح بغباء. لا نتحدث على مدرسة أو جنسية. متى كان مشروع المنتخب يتوقف على جنسية الناخب، على جنسية جواز السفر؟ متى كان هذا الأمر؟ هذا يعني هراء في عالم كرة القدم. لا نتحدث على المدرسة لأنه تحدثوا عن المدرسة الإسبانية. طيب، المدرسة الإسبانية ليست جواز سفر. المدرسة الإسبانية هي تراكم عمل يمتد على مدار 30
20 25 سنة. عندما تتحدث على التيكي تاكا، هذه فلسفة أتى بها كرويف إلى المدرسة الإسبانية وطورتها المدرسة الإسبانية. عندما نتحدث على ديلافوينتي يا عماد تأكد بأنه اشتغل مع الفئات السنية. الفرق الإسبانية تشتغل بهذا المعطى وبهذه المدرسة بهذه التقنيات. لذلك فريد، ماذا لو قيل لك أنه يجيك رأي مخالف يقول لك فريد ربما الاتحادية ارتأت للمدرسة الإسبانية، ماشي من ناحية أنه المدرسة الإسبانية راهي مليحة في التدريب وما إلى ذلك، ولكن ربما تشابه طريقة اللعب هنا للمنتخب الوطني، ربما هوية المنتخب الوطني الجزائري تتشابه وطريقة العمل المدربين الإسبان. ربما من هذا الجانب لا تتشابه الكرة الإسبانية بالكرة. أنا أعطيت له احتمال. لا لا لا. أولا نطرح السؤال، هل لديك هوية لعب أنت في المنتخب الوطني؟ بيتكوفيتش قضى على آخر جزئية من هذا المصطلح، هذا أولا. ثانيا، أنت تتحدث على الكرة الجزائرية أو تتحدث على اللاعب الجزائري الدولي؟ إذا ما تحدثت على الكرة الجزائرية هي غائبة، ليست لديها ولا هوية في النوادي الجزائرية، بدليل ما كنا نتحدث عنه منذ قليل في الكرة المحلية. أما إذا تحدثت عن اللاعب الدولي الجزائري فهذا لاعب أوروبي مكون في أوروبا، لا علاقة له بهوية الكرة الجزائرية. ما تتحدث عنه اليوم تضارب في المصطلحات وفي المعنى. أنت تتحدث عن هوية الكرة الجزائرية التي صنعها اللاعب الجزائري المحلي في الثمانينات، عندما كنا نكون اللاعب الجزائري في الجزائر ونرفع به إلى المنتخب الوطني أيام نصر بويش وما إلى ذلك. أما اليوم فأنت تأتي بلاعب مكون في أوروبا وليس مكون في الجزائر، لذلك لا تحدثني على هذا المعطى. هذا أولا. ثانيا، عندما تتحدث على الكرة الإسبانية ليس ببعيد، أنا أذكرك ولم أستمع ولا لرأي تحدث وغرف من هذا المعطى. الكراز، خير الدين زتشي عندما تحدث في إحدى الحوارات واختار الكراز قال أريد المدرسة الإسبانية لأنها قريبة من الجزائر. هل رأيتم ماذا فعل الكراز في المنتخب الوطني؟ أخذ الأموال وذهب وعاد إلى الأندلس. لذلك يا عماد لا تتحدث بهذا الغباء. المدرسة الإسبانية ليست جواز سفر، المدرسة الإسبانية هي عمل في النوادي الإسبانية في تخطيط الفيدرالية الإسبانية. أنت بعيد كل البعد عن كلمة تخطيط. أولا، كيف تتحدث على جلب جواز سفر إسباني ليمدك بهذا العمل؟ هذا أولا. ثانيا، كيف تتحدثون كل يوم يأتي هذا الإعلامي أو ذاك يحدثك عن أن الاتحادية اتصلت بعماد، بعد 24 ساعة يحدثك على أن الاتحادية اتصلت بناصر، بعد 36 ساعة يحدثك عن الاتحادية اتصلت بفريد. يكذب نفسه دون أن يشعر 3 مرات في 36 ساعة. يعني ألا يخجل هذا الإعلامي من نفسه؟ ألا يخجل من أنه يقضي على قدسية الخبر؟ وهو يعني إذا كان من الدارسين للإعلام يعلم جيدا بأن الخبر مقدس، لا يجب أن تتلاعب بالخبر وتحدثني اليوم عن هذا الاسم وغدا عن ذلك الاسم وما إلى ذلك. الاتصال في الاتحادية الجزائرية غائب. لماذا تركتم هؤلاء يعبثون عبثا بالخبر المقدس؟ أنتم أنا متأكد بأنكم تتخبطون. لم تعثروا بعد على ذلك الاسم الذي يليق بمشروع المنتخب الوطني وليس الأهداف. عليكم أولا أن تحددوا ماذا تريدون من المنتخب الوطني. إذا ما كنتم تريدون أهداف مثل ما حدث في السابق مع بيتكوفيتش وتقزيم تلك الأهداف، يا عماد ابحث في القسم الوطني الثاني في الكرة المحلية للهواة وسوف تجد ذلك الناخب المحلي الذي يستطيع أن يحقق لك تلك الأهداف التي كانت مع بيتكوفيتش، وهذه أهداف وليس مشروع. أما إذا أردت أن تتحدث عن مشروع مرافق للأهداف، هنا يجب أن نعود إلى الكلية التقنية. وأنا بودي يا عماد أن أصحح ما هذا الذي سأخوض فيه. عندك إضافة؟ لا، شوف، وكأن توفيق لم يستمع إلى ما قلته. أنا أتحدث على توظيف المصطلحات. توفيق يعاكس الطرح الذي أتيت به. أنا قلت له بأن رئيس الاتحادية تحدث عن تنصيب كلية فنية آنذاك عندما أتى ببيتكوفيتش ولم يتحدث على لجنة تقنية.
توفيق يتحدث على العكس، ويتحدث اليوم على كلية فنية، والكل تحدث على لجنة تقنية. هذا هو الأمر الذي يعني اختلط على الجميع. هناك تضارب في المصطلحات، تضارب في المصطلحات من قبل المصدر وليس من قبل القارئ. أنا أو توفيق يتحدث وفق مصطلحات مضبوطة وسوية، لكن ما حدثت يعني به توفيق أتحدث على أن المصطلحات وظفت معكوسة، وظفت بطريقة غير سوية. لذلك شعبان مرزقان لديه الحق فيما قالوا، ربما أخطأ فيما اجتمع. شعبان يتحدث على أن اللجنة غير موجودة في القوانين. نعم، اللجنة غير موجودة في القوانين، لديه الكلية اللي موجودة، الكلية الفنية هي الموجودة في القوانين، والكلية الفنية في هذا يعطيك الصحة، والكلية الفنية ربما ما يقدرش يحدد المصطلحات مثل ما لا يحددها شعبان شوف، شعبان لاعب دولي سابق تقني يتحدث وفق يعني ما يدركه وما يعيه من معطيات، لكن جانب المصطلحات أنا أتحدث على أن هناك خلط، وشعبان تحدث وفق هذا المنطق. لا حديث عن اللجنة في القوانين، الحديث عن الكلية الفنية هي الموجودة في قوانين الاتحاد والوزارة. لذلك عليهم هم أولا كمصدر أن يحدثوننا بهذا المنطق. من حيث التركيبة يتحدثون على مدير ولاء، رئيس ولائي لكرة القدم. يعني حتى التركيبة يا عماد، إذا ما عدنا إلى المنطق، كيف تحدثوننا عن الخبير والخبراء، ونحن نعي بأن هناك بعض من كانوا في هذه اللجنة وليس الكلية لا علاقة لهم بهذا الجانب، لنقل الحقيقة. ثم هناك تساؤل آخر، العمل كعمل في الكلية الفنية معكوس. من المفروض يا عماد عندما نتحدث على المشروع الرياضي يقترحه الخبير، يقترحه العامل في الجانب الميداني في كرة القدم وليس الإداري. من المفروض تحت إشراف المدير الفني. من المفروض أن نتحدث بهذا المنطق. تجتمع الكلية الفنية، قال نريد اليوم أن نبحث عن ناخب وطني يعطينا مشروع لعب وبالموازاة أهداف. لا نستطيع أن نذهب نحو المشروع ونتغاضى عن الأهداف ولا نتأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا وما إلى ذلك. هذا من الذي يحدده التقني في صورة الكلية الفنية. طيب، هذه الكلية الفنية تقترح عدد من الأسماء، 20 اسم 30 اسم، تضع تلك الأسماء أمام الاتحادية. نعكس العمل، تضعه أمام الاتحادية هي المخول لها قانونا كيف يعني سقف الجانب المادي الذي يمكن أن تعطيه لهذا الناخب أو ذاك. اللجنة الفنية تقول بأن إذا ما أردتم المشروع والأهداف عليكم مثلا ببيلسا، عليكم مثلا بغوارديولا، عليكم بأنشيلوتي، عليكم بسانشيز، عليكم بالكثير من الأسماء. عندما يذهب هذا الملف إلى الإداري اللي هو رئيس الاتحادية أو الفيدرالية، تقول لك غوارديولا يفوق الإمكانات المادية للاتحادية، ابعد غوارديولا. أنشيلوتي لا نستطيع أن نجلب أنشيلوتي لأنه لديه 25 في الطاقم الفني وراتبه جدا مرتفع. سانشيز مرتبط بعقد طويل الأمد مع هذا الفريق، لا نستطيع أن نفك ذلك الارتباط، وعليه يعني في تلك القائمة نستطيع أن نقلصها إلى 3-4 أسماء، نعيدها إلى المديرية الفنية تدرس تلك الأسماء ونذهب في المفاوضات. هذا هو العمل. أما أن نذهب بهذه الطريقة وفق هذه المعطيات، فلا أظن بأننا نبحث عن مشروع ونبحث عن أهداف. نحن نريد أن مثل ما يحدث في الفرق التي حدثتك عنها منذ قليل، نفس الشيء يحدث في الاتحادية. نريد أن نمتص غضب الجماهير بعد خيبة المونديال، نوزع هذه الأسماء أو تلك. عندما يحدثوك عن سانشيز يا عماد، من الهراء أن نتحدث على سانشيز وتجربة سانشيز في المنتخب القطري. سانشيز اشتغل مع الفئات السنية في المنتخب القطري، رافق تلك الأسماء إلى المنتخب الأول، فاز معهم بكأس آسيا. سانشيز سوف لن يشتغل وفق المعطى الذي حدثونا عنه في الاتحادية مع الفئات السنية الصغيرة في الجزائر، سوف يشتغل مع المنتخب الأول مباشرة. وسانشيز سوف نضع أمامه أو تحت أيده لاعبين مكونين في أوروبا. كيف تريدون أن نبني مشروع مع سانشيز مثل الذي بناه مع قطر؟ وطريقة العمل بين الفيدرالية القطرية والفيدرالية الجزائرية تختلف جملة
جملة وتفصيلا. لذلك دعوكم من هذا الهراء، ابحثوا عن العمق، عن عمق المشروع، واختاروا ذلك الاسم. ليس بالضرورة أن يكون اسم رنان وكبير في عالم الكرة، تستطيع أن تذهب مع اسم صغير ويحقق لك ما عجز عنه ذلك الاسم الكبير. اليوم نحن نتحدث عن تلك الأسماء. تياو مدرب السنغال استطاع في ظرف وجيز، اشتغل مع المنتخب المحلي السنغالي، فاز بالكأس الإفريقية هنا في الجزائر، يعني تم ترقيته إلى المنتخب الأول، وفعل العجب العجاب في دورة المغرب، وفاز على المنتخب المغربي في عقر الدار أداء ونتيجة. لذلك عليكم باختيار هذا الناخب، ربما يدرك جيدا إفريقيا ولا يعني يكتشف إفريقيا، ونعتبره شرط أساسي. ولا يكتشف إفريقيا كحقل تجارب بنا كمنتخب وطني جزائري، ولا نعين يا عماد مساعد الناخب قبل تعيين الناخب. إذا ما عثرتم على ناخب يقبل بهذا الشرط فهو ليس في المستوى، لأن الناخب الذي يحترم نفسه لا تستطيع أن تجبره على العمل مع مساعد اخترته قبل مجيئه، وإذا ما رفض في كلتا الحالتين أنت فشلت في هذه السياسة. لذلك نحن ماضون للترقيع وليس للعمل وفق مشروع معين، يعني يأتي بأكلته وثماره على المدى المتوسط وليس البعيد. أكثر من ذلك نصر بويش، واضح نصر بويش. فريد، في عجالة حول هذه التفصيلة تاع المدرب المحلي والمدرب الأجنبي، لأنه كنا نتحدث عليها في الأندية لو تتذكر، وما كانش عجبك الحال فريد، في كل مرة تقولنا أنا مليت من الحديث عن هذا الموضوع، إشكالية المدرب المحلي والأجنبي في الأندية. راهي اليوم في المنتخب الوطني الأول البعض ينادي بمدرب عالمي، لكن وفق المعطيات الحالية ما نقدروش نجيبوا مدرب عالمي، بما أنه تم جس نبض راتب تشافي هرنانديز 600 ألف يورو. ما نقدروش نجيبوا تشافي هرنانديز اليوم يدرب المنتخب الوطني، ولو أنه المنتخب الوطني ليس بحاجة لتشافي هرنانديز كما قال نصر بوش. ما رأيك؟ شوف عماد، أولا لا تستسهل الأمور بهذه الطريقة. نستطيع أن نأتي بغوارديولا، براتب غوارديولا، بشرط أن تكون الاتحادية تسير بمنطق اقتصادي عالمي، ليس بالتغريف من الخزينة العمومية أو بعوائد الفتاة من الفيفا وما إلى ذلك. إذا ما استطاعت هذه الاتحادية أن تقوم بمشروع اقتصادي يغنيها عن الالتفات إلى الخزينة العمومية وتغرف من ذلك المشروع، فلتدفعه كراتب كبير إلى هذا الناخب أو ذاك. هذا أولا، وهذا الأمر بعيد كل البعد عن التسيير الذي نشاهده اليوم في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. هذا أولا. ثانيا، لنحدد المصطلحات، مثل ما تحدثنا على الخلط في المصطلحات الموظفة من قبل الاتحاد فيما يخص اللجنة التقنية والكلية الفنية، يجب أن نحدد المصطلحات أيضا نحن في هذه الحصة. أنت تتحدث عن الناخب المحلي وليس الجزائري، هناك فرق. أتحدث على الاثنين. علاش؟ لأنه أعطيت له مثال تاع جمال بالماضي. جمال ناخب جزائري، مدرب محلي، مدرب جزائري. جمال بالماضي ناخب جزائري وليس محلي. أكيد. طيب، جداوي ناخب جزائري وليس محلي. بن شيخة ناخب جزائري محلي. لذلك يجب أن نحدد المصطلحات. أولا يجب أن نقول الحقائق مثل ما هي. ليس هناك ناخب أو مدرب محلي يستطيع أن يشرف على المنتخب الوطني الجزائري. وهل هناك ناخب جزائري؟ وألتفت إلى الذين سوف يغضبهم هذا الكلام وقل لهم هدوء، سوف نشرح. أنا لا أتحدث على القيمة الفنية للناخب المحلي، أتحدث عن الظروف التي وضعنا فيها هذا المدرب. لم يشتغل المدرب الجزائري وفق ظروف رياضية مثل ما درسها من الناحية العلمية. هذا هو المنطق. عندما نتحدث على بعض الأسماء العلمية المحلية التي كدت واجتهدت واشتغلت ودرست، عندما نزلت إلى الميدان وجدت ظروف غير رياضية. المدرب المحلي الذي يشتغل في هذا الفريق يكد ويعمل على مدار الأسبوع، عندما تصل ساعة الحقيقة يوم الجمعة مثل ما كان في السابق وليس المباريات تلعب على مدار الأسبوع، عندما يصل إلى المباراة يجد أن الفريق المنافس قام بشراء الحكم، وكل العمل الذي قام به هذا المدرب المحلي ذهبت هباء منثورا. لذلك لم يختبر ميدانيا هذا المدرب المحلي حتى يعني نرقيه إلى المنتخب الوطني. والأمثلة موجودة. جداوي الناخب الجزائري وليس المحلي، يعني مروره على المنتخب الوطني كان كارثة
بتلك النتيجة الكارثية في القاهرة. عبد الحق بن شيخة مروره على المنتخب الوطني كان كارثي بتلك النتيجة في الدار البيضاء. مراكش. في مراكش عفوا. الناخب الثالث الذي هو جمال بالماضي هذا استثناء. قبله ربح ماجر. ربح ماجر كان كارثي في مروره على المنتخب الوطني على مدار يعني ثلاث تجارب وليس تجربة واحدة. عندما نتحدث اليوم على عنتر يحيى بطل درمان كلاعب، مثل ما تحدثنا على ماجر بطل كلاعب وصاحب العقب الذهبي. فرقوا بين اللاعب الممتاز الفذ القوي وبين المدرب الذي يجب أن نكونه ونحضره للإشراف على المنتخب الوطني. ماذا فعلنا مع الإطار الجزائري الدارس والعلمي حتى نؤهله للإشراف على المنتخب الوطني؟ هنا السؤال يطرح، وليس على كفاءة هذا الاسم أو ذاك. لذلك عندما نقول بأن المنتخب الوطني هو أرفع من المدرب المحلي، لأننا لم نحضر المدرب المحلي يا عماد وفق المنظومة الكارثية. عد إلى البطولة الجزائرية تجد أن المدرب المحلي لا يتمتع بتلك الثقة حتى نمنحه هذا الفريق من الفرق الكبرى الخمسة الغنية. عد إلى شباب الوزداد، عد إلى مولودية الجزائر، عد إلى اتحاد العاصمة، عد إلى نادي الرياضي كل هذه الفرق لا يشرف عليها المدرب المحلي. كيف نرقيه مباشرة إلى المنتخب الوطني ونحن لم نحضره، لم نعطيه الإمكانات، لم نصفي له المنظومة الكروية حتى يشتغل ويبين لنا عن ما يكتنزه من معطيات علمية. لذلك نحن نتحدث وفق هذا المنطق يا عماد، وليس وفق منطق أننا لا نريد المحلي على رأس الاتحادية. هذا الإشكال دقيقة ناصر، هذا الإشكال يجب أن نحله بعبارة واحدة. أعطونا المعايير التي يعني تختارون بها الناخب الوطني وسوف نتغاضى عن الجنسية. أعطونا المعايير، هل يمتلك يعني سيرة ذاتية؟ هل يمتلك ألقاب؟ هل تدرج؟ هل اشتغل خارج الديار؟ هل اشتغل في إفريقيا؟ هل حقق نتائج يعني كثيرة وليس نتيجة واحدة؟ هل اشتغل على مدار سنوات؟ إذا ما حددتم المعايير سوف نصمت عندما تختارون هذا المدرب. ولا يهمني جواز السفر، مثل ما حدثتك على جواز السفر الإسباني أحدثك عن جواز السفر الجزائري. أنا لا يهمني جواز السفر. بالماضي اشتغل بجواز السفر الفرنسي وكان أكثر وطنية من الذي اشتغل بالجواز السفر الجزائري، وهذا هو المشكلة. فريد، الأندية اللي تلعب من أجل الألقاب في الجزائر تتعاقد مع مدربين أجانب وتريد أن المنتخب الجزائري منتخب يأتي على رأسه مدرب محلي اللي ما يقدرش لا ما يقدرش يكون في أحسن الأندية. تريد أن مباشرة أن يكون في المنتخب. مع ذلك باش يكون الميزان متعادل ناصر بويش. عدل الميزان في أعداد سابق، في عدلوا وحدك الميزان. يعطيك الصحة. في أعداد قادمة إن شاء الله نجيب رأي مخالف يكون معك في البلاطو باش نديروا الميزان ناصر بويش، لأنه كاين اللي يدافع على المدرب المحلي ولا المدرب الجزائري للإشراف على المنتخب الوطني الأول اليوم. لكي نغلق هذا الموضوع يا عماد، لا نضيف لك شيء. لا نصر، أنا ما نكونش حاضر، لأنه نقدر نغلط، نقول أشياء ربما مانيش حاب نقولها. لا نقول أشياء. أنا اشتغلت في النادي تاعي، اشتغلت ونعرف ماذا يجري، لهذا مانيش حاب له. واضح. مانيش حاب في جزئية على عجالة. عندما نتحدث عن الناخب المدرب المحلي علينا أن نرقيه للمنتخب الوطني ولا نضعه كحل أخير. شوف، الإطار الإسباني، الفيدرالية الإسبانية تشتغل على هذا الجانب. عد إلى أوروبا، الإطار الإسباني موجود في معظم المنتخبات الأوروبية والأندية الأوروبية. هكذا شفنا تصريحات الصحفي النيجيري مع قناة بيان سبور، تحدث خلالها عن الأحداث التي شرت في مباراة الجزائر ونيجيريا والأخطاء أو الجدل التحكيمي اللي صار في المباراة من كثير من اللقطات.
طبعا حتى هم احتاروا بهذا، تعرف انه لا يوجد هناك كولسة او اي شيء، او انه لا يوجد يعني دخل للكرة النيجيرية في الموضوع، كله يمكن جاي من الفاظ او من اطراف اخرى. الاخطاء اللي صارت يعني اخطاء غريبة جدا، والكثير من اللقطات اكدت ذلك، على غرار يعني اللقطة التي صارت في اخر مباراة، اللي هو عدم مصافحة الحكم للاعبين منتخب الجزائر، لانهم قدموا مصافحته لكن لم يردوا عليه او لم يرد عليهم، على عكس لاعبي منتخب نيجيريا الذي سلم عليهم بشكل طبيعي جدا. بالإضافة أيضا إلى لقطات أخرى مثل لقطة أيد نور التي يعني كانت فاضحة للحكم، كيف أنه لاعب سقط جاء لاعب آخر دفعه، وقف يعني آية نوري حتى يدافع عن نفسه وحتى يتكلم مع اللاعب، تجي تطرد أو تنظر آية نوري ببطاقة صفراء واللاعب الآخر ما تقول له شيء. لقطة غريبة جدا، غير اللقطات الأخرى. واللقطة الأشهر التي شفناها اللي هي ضربة الجزاء، أقل شيء كان يقدر يرجع للفار وحتى أن يبرئ نفسه ويخلي التهمة لحكم الفار، لكنه لم يرجع حتى للفار، بالرغم من أن الكرة كانت أمامه بالنسبة لي هو وبالنسبة لخط الشماس. لذلك يعرفوا أنه الحكم الرئيسي اللي هو يعني عنده جميع الأولويات، اللي هو حتى حكم الرأي أنه لم يرفع أي شيء في تلك اللقطة، عارفين أنه الحكم القرار الأول والأخير اللي هو كثير من الكرات الأخرى واللقطات شفناها، مثل بطاقة صفراء للعمورة التي هي يعني من دون أي شك أن حتى يمكن مشكون أنه خطأ، لكنه مباشرة رفع الراية أو بطاقة صفراء للاعبين وينذرهم أيضا شفويا بطريقة غريبة جدا، أنه يصرخ عليهم. كثير من الغلطات يعني جرت يعني لديها كثير من الجدل، مش عارفين يعني هل هذا يعني مدبر له أو لا. رفع الجزائر اليوم دعوة قضائية للفيفا لفتح تحقيق، واستجابت أيضا الكاف لهذا الرد وقاموا بفتح تحقيق في انتظار انتهاء التحقيق ونشوف النتيجة.